قالت وكالة بلومبيرغ للأنباء إن ولي عهد السعودية سمو الأمير محمد بن سلمان ألغى رحلته التي كانت مقررة لحضور قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها الاثنين المقبل في ريو دي جانيرو بالبرازيل، حسب ما نقلت عن مصادر مطلعة داخل الديوان الأميري أو الملكي السعودي. ورجح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة نظرا لحساسية الموضوع أنه يكون السبب في ذلك هو أن الرحلة للبرازيل تستغرق أكثر من 14 ساعة، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى تفاقم مشكلة في قناة الأذن الذي يعاني منها الأمير محمد بن سلمان البالغ من العمر 39 عاما. وقالت وكالة بلومبيرغ إن مسؤولا بالحكومة السعودية رفض التعليق عن هذه الأنباء، وأشارت المصادر إلى أن غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن القمة وقرب انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يكون لهم دورا أيضا في قرار الأمير محمد بن سلمان. وبحسب الوكالة فقد عانى ولي عهد السعودية سابقا من انسداد واحتقان في الأذن استمر لعدة أيام بعد رحلة طويلة أجراها بالطائرة. وأشارت إلى أن الأمير محمد بن سلمان كان قد ألغى في وقت سابق رحلات خارجية في اللحظات الأخيرة، بما في ذلك زيارة رسمية إلى اليابان هذا العام. وفي أكتوبر 2022 أعلنت السعودية أن وزير خارجيتها سيترأس وفد المملكة في القمة العربية في الجزائر بدلا عن الأمير محمد بن سلمان، موضحة أن الظروف الصحية التي أدت إلى اعتذار ولي العهد السعودي عن الحضور. وقال الديوان الملكي السعودي في بيان إن الفريق الطبي في العيادة الملكية أوصى بتجنب الأمير السفر بالطائرة لمسافة طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رضخ الأذن الصغرى والتأثير على الأذن الوسطى. ووفقا للموقع ماي فإن الرضخ الجوي هو الضغط الذي تتعرض له طبقة الأذن عندما يختل التوازن بين ضغط الهواء في الأذن الوسطى وضغط الهواء في البينة المحيطية، كما يحصل لدى السفر الجوي، بالأخص لدى الإقلاع الطائرة أو هبوطها.